اللي عمله تريزيجيه ده والكباتن اعظم رد واعظم اعتذار ممكن تشوفه. جماهير النادي الاهلي قبل بدايه المباراه قالت وهتاف صعب جدا لتريزيجيه: تريزيجيه ارفع ايدك، جمهور الاهلي هو سيدك. طبعا بسبب اللقطه اللي اثارت الجدل بعد المباراه اللي فاتت، بعد ما تريزيجيه عمل هص كده وبعض الناس اولت الكلام ان هو يقصد جمهور النادي الاهلي، ولكن تريزيجيه والجمهور بيهتف ضده، راح خد سبرنت طبعا تعليمات كابتن الكبير وليد صلاح الدين. تريزيجيه راح للجمهور وقعد يقول لهم والله ما لكم، انتوا اخواتي تقريبا كده من لغه شفايف تريزيجيه، وقعد يعتذر للجماهير ويقول لهم حقكم على دماغي. وفعلا الماتش تبدا وتريزيجيه بيعدي واحد وبيحط ار2 عالميه، وفعلا يروح ويكمل اعتذاره للجمهور ويحتفل مع الجمهور ويبعت لهم كده يعني كوبل على الهوا، وبعد كده بيحط دماغه على راسه اللي هو حقكم على دماغي وانتم كلكم على راسي. هو ده احسن رد اللي احنا كجمهور النادي الاهلي منتظرينه. الرد لما بيكون في الملعب بيكون احساسه غير برضه يا تريزيجيه. هدف جميل جدا وبدايه يعني مبشره بعد الفتره الاخيره اللي كانت بشكل سيء جدا. فبصراحه جمهور النادي الاهلي يفوق تريزيجيه، وتريزيجيه برضه فوق نفسه. وتريزيجيه طبعا ده واحد من الايقونات اللي معظم الجماهير بتاع النادي الاهلي كانت بتحبه ومتعشمه فيه خير، ولكن هبوط مستواه خلى الناس تبدا يعني تزوم وتلوم على تريزيجيه. ولكن تريزيجيه مجرد ما يرجع يجيب قماش تاني ويرجع يسجل ويسجل اهداف ويبقى ليه تاثير كبير جدا في الملعب، هتلاقي ان كل الجماهير دي كلها بتدعم تريزيجيه، لان تريزيجيه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي واحد من ابناء النادي، اللعيبه اللي هي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي لعيبه تقيله جدا، وياما جمهور النادي الاهلي كان بيطالب بعوده تريزيجيه. فهتحترم جمهور النادي الاهلي وهتسجل اهداف، جمهور الاهلي هيرفعك لسابع سما. كل الدعم يا تريزيجيه.